ما هو بصوا بقى يا جدعان، هانزي فليك وإيرن سلوت متصدرين بليفربول وبرشلونة الدوريين الاسباني والانجليزي عشان الماتشات اللي زي دي، عشان في ماتشات هتعدي عليهم في الموسم سواء في الدوري او دوري الابطال هتلاقوهم بيقدموا اداء وحش جدا، بس ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هيعرفوا يكسبوا. إيرن سلوت عمل ماتش او اتعمل عليه ماتش يعني باريس سان جيرمان مسكوه غسيل ومكوى، انريكي عمل عليه ماتش كبير جدا. على الناحيه الثانيه هانزي فليك من اول تلت ساعه برشلونه مطرود منها واحد وطول ال 90 دقيقة بيدافعوا. هي دي المرونة اللي المفروض تبقى عند الفرقتين اللي متصدرين فعلا الدوري الاسباني والدوري الانجليزي. هانزي فليك بعد الطرد ما عاندش خالص، ما اصرش على طريقة لعبه اللي هو خط الدفاع المتقدم. على الناحية الثانية إيرن سلوت رايح حديقة الأمراء لباريس سان جيرمان وهو عارف كويس جدا الجودة اللي عند اللعيبة دي، وعارف جدا ان هو عشان يطلع من الماتش ده بنتيجة إيجابية لازم يدافع. صحيح دفاعه ده ما كانش احسن حاجة، واليسون اتراح عليه بكمية كور رهيبة، وكل اللي احنا بنقوله على إيرن سلوت وليفربول ده ما كانش هيبقى ليه اي لازمه لولا اليسون. فخلينا نقول ان ماتشين ليفربول وبرشلونه النهارده دول، الماتشين دول يبينوا جدا ليه الفرقتين دول متصدرين، كل واحد متصدر الدوري بتاعه، وليه الاثنين دول هم اللي كانوا الاول والثاني في دوري ابطال اوروبا. طبعا كل اللي احنا قلناه ده كوم، وحراسهم كوم تاني خالص، سواء اليسون مع ليفربول او تشيزني مع برشلونه. بنفيكا النهارده خسرت من تشيزني، وباريس سان جيرمان النهارده خسرت من اليسون. ليالي الابطال كانت ممتعه جدا النهارده، فيلا كده بينا نشوف هنقول ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، هتلاقوا الفيديو متقسم عشان لو انت عايز تتفرج على ماتش برشلونه او ماتش ليفربول. ويلا بينا نبدا. خلونا بقى نبدا ببرشلونه. انا كواحد بيشجع برشلونه مدربي هانز فليك، انا خلاص بقيت واثق من الفرقه دي، واثق كويس جدا من هانز فليك، وواثق جدا من تعامله مع اي ماتش واي ظروف هيتحط فيها واي فرقه هيلعبها. ليه الكلام ده؟ هانز فليك قصاد ريال مدريد في السوبر اتطرد له تشيزني ولعب تقريبا 40 دقيقه وهو ناقص، ورغم كده برشلونه ما دخلش فيها جوان قصاد ريال مدريد. برشلونه قدرت تحافظ جدا على الفوز بتاعهم قصاد ريال مدريد، وفي الاخر كسبوا البطوله. برشلونه قصاد اشبيليه اتطرد له فيرمان لوبيز تقريبا قبل 30 35 دقيقه من الماتش ما يخلص. ايه اللي حصل؟ قدروا ان هم يسجلوا الثاني والثالث والرابع وكسبوا 4-1 قصاد اشبيليه. كوبارسي النهارده اتطرد بعد اول تقريبا تلت ساعه. ايه اللي حصل في الاخر؟ في النهايه خرجت من البرتغال بكلين شيت وانت كسبان، وبنسبه كبيره جدا ضمنت الصعود يوم الثلاث الجاي. فاللي انا قلته ده بقوله ليه؟ بقوله عشان برشلونه حاليا انت بتتكلم انه واقف لها على الخط مدرب عنده شخصيه، مدرب مهما حصل في الماتش وهو واقف على الخط ما بيتوترش، ما بيتخانقش مع الحكام، الماتش ما بيهربش منه، شايل المسؤوليه كويس جدا جدا. ومن هنا اللعيبه بتاعته بتاخد الثقه منه. لما تبص على الخط تلاقي مدربك رغم كل اللي بيحصل واقف وواثق من الفرقه وواثق ان هو ممكن يكسب وبيتعامل مع ظروف صعبه جدا. هتلاقي الفرقه تلقائي الشخصيه دي اتنقلت لهم، وهتلاقيهم بيلعبوا بكل ثقه زي اللي حصل النهارده. فانا بصراحه يا عم هانز فليك انا مبسوط جدا من الشخصيه اللي برشلونه بتاخدها ماتش ورا التاني بسببك. انت اللي عملت الشخصيه دي، وانت اللي هتبني للفرقه شخصيه كبيره. وانا نفسي هانز فليك يكمل مع برشلونه او يقعد مع برشلونه. يعني الكلام ده لسه بدري عليه جدا، بس انا فعلا نفسي هانز فليك يقعد في برشلونه اقل حاجه 5 سنين. هانز فليك باللعيبه اللي موجوده حاليا دي وبمعدل الاعمار ده، لا هو هيصنع تاريخ مع برشلونه يا جماعه. ومعلش بقى خلينا نقارن بين برشلونه السنه اللي فاتت بعد الطرد بتاع اراخو، ونقارن برشلونه السنه دي بعد الطرد بتاع كوبارسي. مفيش فرق اصلا. هنا انت بتتكلم عارف ان الفرقتين ممكن يكونوا مختلفين تماما، بس انت بتتكلم برضو ان في ماتش باريس انت كنت على ارضك، يعني عندك افضليه. وبص بقى الفرق بين الفرقه ساعتها عملت ايه والفرقه النهارده عملت ايه. الفرقه ساعتها وقعت جدا واستقبلت بدل الجون واحد واثنين وثلاثه. على الناحيه الثانيه الفرقه فضلت ماسكه نفسها، وقدروا ان هم في الاخر يطلعوا بفوز بره ارضهم في اقصائيات دوري الابطال. فانا اللي بيعمله هانز فليك ده انا معجب بيه جدا. وهانز فليك لو طلع السنه دي من غير اي بطوله بعيدا عن بطوله السوبر، لو طلع من غير اي بطوله انا فرحان باللي برشلونه وصلت له، ومتاكد ان مع الدعم اللي هياخده في الصيف لا الفرقه دي هتبقى في حته ثانيه خالص. ومن هانز فليك بقى خلينا نروح لرجل المباراه. لو هانز فليك هو رجل المباراه وادار المباراه بشكل حلو من بره الملعب، السبب في اللي وصل له هانز فليك ده هو اللي كان جوه الملعب. تشيزني ايه يا معلم ده؟ جماعه ماتش بنفيكا ده هو ماتش روما في 2018، هو ماتش ليفربول في 2019، هو ماتش باريس السنه اللي فاتت. بس ايه الفرق؟ الفرق ان انت عندك حارس عنده شخصيه. مع الطرد اللي حصل ما تهزش، مع كميه الفرص اللي طرحت عليه ما تهزش. وقت ما الفرقه احتاجته كان هو مش نص الفرقه بقى، لا ده كان الفرقه كلها. 8 تصديات منهم 5 من جوه ال 18، منهم 2 كانوا داخلين وكان هيغيروا لك شكل الماتش نهائي بقى. حارس بيتعامل مع عرضيات كويس جدا، حارس بيتعامل مع التصويب من بره مش بيقف يصور الكور، حارس في الانفرادات بيتعامل معاها كويس جدا وبيقرا المشهد حلو قوي، مش مجرد ان هو بيغمض عينه وزي ما تيجي. حارس انا وكل جماهير برشلونه حرفيا واحنا شايفين الماتش
لا يا معلم، احنا واثقين. احنا لو بيتراح علينا بهجمات، احنا عارفين ان تشيزني واقف في الجون، عارفين ان هو هيقدر يصد وهيعمل اللي عليه، ولا هيقف يصور الكوره ويبص عليها من بعيد، ولا هيغمض عينه في الانفرادات، ولا هيقف تحت الجون بتاعه في العرضيات ومش هيخرج وهيخاف. احنا واحنا بنتفرج عارفين ان اللي واقف في الجون شخصيه كبيره جدا ومش هيتهز. تشيزني شخصيته قويه جدا ومفيش فرق بينه وبين تير شتيجن. تشيزني هو المعنى الحرفي لكلمه رجع من الموت. تشيزني جاي من البيت. تشيزني اللي بيعمله ده اعجاز مع برشلونه بصراحه. واخر بقى اتنين هتكلم عليهم، بدري ورافينيا. بدري اللي كل ماتش بنفضل نشيد بيه وبادواره الدفاعيه والهجوميه والطريقه اللي بيطلع بيها من تحت ضغط وكل حاجه بيعملها في الفرقه. وتاني واحد رافينيا. رافينيا اللي مشخصنها شخصنه غريبه مع بنفيكا من اول ماتش ال5-4، والجولين اللي جابهم منهم جون في اخر ثانيه في الماتش، وحرفيا كان ماتش الموسم في دوري الابطال وماتش الموسم عموما. وماتش زي النهارده ده اللي من اول الكوره لما هو شافها هتطول من اللاعب، هو راح ضغط وحاول يرقص وشاطها، صحيح خبطت بس تمام، هو بيعمل اللي عليه. فانا واي حد بيشجع برشلونه احنا بنحب رافينيا جدا. مش بنحب رافينيا عشان هو لعيب كويس قوي، هو كده كده لعيب كويس، بس رافينيا مش نيمار، رافينيا مش هازارد، رافينيا مش اللاعب المهاري اللي تحب الكره في رجله قوي. بس رافينيا اللاعب اللي وانت بتتفرج هتبقى فرحان من اللي هو بيعمله. انت كمشجع بيتفرج هتحس ان هو كده بيلعب بقلبه، مش مجرد لاعب بيلعب وخلاص. لا، فاحنا عشان كده بنحب رافينيا جدا وبنحب الطريقه اللي بيلعب بيها، لانه هو حرفيا بيلعب بقلبه. واخر بقى حاجه عايز اتكلم عليها هو ان انا شفت النهارده في بنفيكا بيلوتي وريناتو سانشيز. هم دول لسه عايشين يا جماعه؟ الواحد بيستغرب والله ان في لعيبه كده بنشوفها في فرق. هو ايه ده؟ هو اللعيبه دي اصلا ما اعتزلوش؟ واللعيبه دي ايه اللي جابهم هنا؟ فبرضه دي من الحاجات اللي كنت عايز اتكلم عليها، ان احنا بيلوتي وريناتو سانشيز لقيناهم بينزلوا من على الدكه. فبرشلونه بماتش قصاد بنفيكا النهارده ده هو تقريبا بيحجز مكانه في دور الثمانيه باذن الله يوم الثلاث الجاي. الصعود ما يبقاش بالصعوبه اللي احنا هنتخيلها وما يتعملش علينا ريمونتادات، عشان زهقت قسما بالله انا زهقت. وخلونا بقى بعد كده نروح لماتش ليفربول وباريس سان جيرمان. ومبدئيا كده انا لازم اقول حاجه، ليفربول لازم ينزل ماتش الانفيلد يكسر الانفيلد على دماغ باريس سان جيرمان بعد اللي هم عملوه في يوم النهارده ده. هو ايه اللي حصل ده؟ باريس سان جيرمان خدوا ليفربول غسيل ومكوى، فليفربول لو ما نزلش يوم الثلاث الجاي في الانفيلد كسروا على دماغهم، لا يا معلم الفوز ده مش هيعجب جماهير ليفربول. بس خلونا بقى نسيبنا كده من الحته دي وندخل على اليسون. شايف كل الكلام اللي قلناه على تشيزني زيه واكتر منه كمان على اليسون. اليسون شال كور النهارده ما تتشالش. اليسون كان في كور خلاص بتبقى داخله وتلاقيها خبطت في طراطيف صوابعه كده ما تعرفش هو طلع منين اصلا. اليسون في كوره كانت نازله كده في الست ياردة، لولا ان هو حط ايده فيها يا اما كانت هتدخل جون يا اما كانت هتلاقي لاعب ورا اليسون كان هيدخلها. انا مش هتكلم كتير على اليسون، انا هوريكم صوره دلوقتي وخلونا كده نتكلم فيها. زي ما هو ظاهر قدامكم دلوقتي، الاستحواذ 71 باريس سان جيرمان 29 ليفربول. الاهداف المتوقعه 1.70 باريس 0.13 ليفربول. الفرص الكبيره 3 باريس 1 ليفربول. اجمالي التسديدات 27 تسديده باريس سان جيرمان 2 بس ليفربول. التصديات بقى اتفرجوا، 9 تصديات لاليسون وليفربول 0 لباريس سان جيرمان. التسديدات على المرمى 10 باريس سان جيرمان تسديده واحده بس لليفربول. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان في الاخر النتيجه طلعت 1-0 لليفربول، وكل ده طبعا بفضل اليسون. اليسون النهارده عمل ماتش للتاريخ. واليسون ما اكتفاش بالتصديات اللي عملها دي، لا 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 خالص. الجون اللي ليفربول جابوه هو اوله واللي مشارك فيه هو اليسون، وهي دي الكوره اللي ليفربول وايرن سلوت بقى يعتمدوا عليها من اول ما نونيز نزل. كانوا بيعتمدوا ان اليسون هيرفع الطويله لنونيز، ونونيز بقى ايه يودي صلاح يودي اليوت لما نزل، وهو ده اللي حصل. فاليسون ما اكتفاش بان هو طالع بماتش تاريخي، ماتش عمل فيه تصديات. وهو بالمناسبه هو بعد الماتش اتكلم في تصريح وقال لك ده من احسن ماتشات حياتي ان ما كانش الاحسن تقريبا. فاليسون ما اكتفاش بكل ده، لا ده الجول اللي ليفربول جابوه هو كمان مشارك فيه. فاحنا مش هنرغي كتير على اليسون، حرفيا اللي عمله تشيزني عمله اليسون واكتر منه. واكتر واحد لازم يروح يشكر اليسون بعد ماتش النهارده ده محمد صلاح. خليني اقول لكم ان ليفربول لو كان طلع بنتيجه وحشه النهارده وراح ماتش الانفيلد كان ممكن يخسر او كان ممكن يطلع بالبطوله، الموضوع ده كان هيبقى كارثه لمحمد صلاح طبعا بسبب البالون دور. ان ليفربول تطلع من دور ال 16 ده كارثه لمحمد صلاح. مفيش مشكله ان ليفربول تصعد ومحمد صلاح ما يعملش حاجه، كده كده هيعمل في اللي جاي، وكده كده هو عامل اصلا مش محتاج. فاكتر واحد لازم يشكر النهارده اليسون هو محمد صلاح مش ايرن سلوت. فليفربول كميه الكور اللي اتشاطت عليهم دي لو كان دخل منها 2 3 وكانوا طلعوا بنتيجه وحشه النهارده وكان هيبقى الموضوع صعب في العوده، كان هيبقى الموضوع مرعب لمحمد صلاح، وكنا ممكن نلاقي الموسم بتاعه اتقلب تماما في الدوري كمان، كنا ممكن نلاقيه انطفى اصلا. واخر حاجه عايز اتكلم عليها ان لويس انريكي عامل فرقه مرعبه بباريس سان جيرمان. وخلينا نتكلم ان جوده لعيبه باريس سان جيرمان دلوقتي بقت جوده مرعبه.
من اول خط الوسط لحد الهجوم. ممكن تبقى مشكله باريس سان جيرمان الوحيده هو دوناروما اللي اتشاط عليه شوطه واحده الماتش كله هي اللي دخلت جون. بصوا كده، تخيلوا كده، دوناروما ده كان مكان اليسون، كان ممكن الماتش ده يطلع كام النهارده لباريس سان جيرمان. فبصراحه باريس سان جيرمان كلها لعيبه نجوم في مراكزهم الا دوناروما. وحاجه كمان برضو، فكره ان باريس سان جيرمان امبابي خرج وميسي خرج ونيمار خرج وما بقاش فيها اللاعب الواحد، دي مفيده جدا للفريق. ما سيبكم من ديمبلي مهما عمل مش هيفضل هو نجم الفرقه اللي شايل الفرقه، او بمعنى اصح مش هيبقى هو واجهه الفرقه. باريس سان جيرمان دلوقتي ملهاش لاعب مميز، مش صلاح في ليفربول، مش امبابي او فينيسيوس في ريال مدريد، مش لامين يامال في برشلونه. فهو ده اللي حاليا فايد باريس سان جيرمان جدا، ان هم فرقه جماعيه. لويس انريكي قادر يطلع من كل واحد فيهم احسن شكل. فبصراحه باريس سان جيرمان النهارده كان اقل حاجه الماتش ده يطلعوه 3-0. فجوده اللعيبه واللي عمله لويس انريكي في الماتش قصاد ليفربول ما يستاهلش النتيجه دي خالص، مع اني فرحان بخسارتهم واتمنى ليفربول تصعد. بس اللي عمله باريس سان جيرمان النهارده ولويس انريكي على ايرن سلوت وليفربول ماتش كبير جدا. وبس كده، دي كانت حلقتنا عن ماتشين برشلونه وبنفيكا وباريس سان جيرمان وليفربول. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.